مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، زملائي شيرين ولافا بالكنترول. ضيفي بالاستديو بهالاسبوع الدكتور احمد سدو، اختصاصي بامراض العيون وجراحتها. يسعد مساك دكتور، اهلا وسهلا فيك. شكرا لهالاستضافه الحلوه ولاخذ وقتك ايضا. الله يخليك يا رب. متابعينا، أي حد عنده سؤال بما يخص أمراض العيون، أو موضوعنا راح يكون اليوم موضوع مهم كتير وشائع، موجود عند الأطفال، موجود عند الكبار. موضوع هو الحول. يا ترى شو هو الحول، شو أسبابه، كيف بيتعالج، كيف بيتشخص، والعديد من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور أحمد سدو، أخصائي بأمراض العيون وجراحتها. فيكم تتواصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر يلي برات البلد فيكم تكتبوا أي سؤال عبر البث المباشر، أكيد رح نجاوب عليه بآخر الحلقة. رح نبدأ لقائنا مع الدكتور أحمد، أخصائي بأمراض العيون. موضوعنا هو الحول، مثل ما حكينا هو الحول. بصراحة لحتى نعرف شو هو الحول رح يشرح لنا يا دكتور كتعريفا دكتور. الحول بالإنجليزية بنسميه السترابيزموس. ممكن باللاتينية بيتسمى سكوينت. طبعا في تعبير تاني باللغة الإنجليزية بيحكوا deviation، يعني هو ممكن يتسوى deviation of the eye. فالحول هو مثل ما حكيت عن انه موضوع يعني مهم جدا جدا في طب العيون، وفي نوع من التعقيد احيانا بالتعامل معه، لانه ما في حول بيشبه حول، ما في مريض بيشبه مريض. نعم. مثل ما حكيت هو موجود عند الصغار، عند الكبار. يعني تقريبا هو موجود بمختلف اطياف العمر، وأسبابه طبعا تختلف هي حسب الفئة العمرية. أكيد رح نحكي عن أكيد الأسباب. رح نطلع على الأسباب. فالحول عمليا هو تعريفه سهل جدا، يعني هو يعني الإنسان جماله يكمن في استقامة العينين. نعم. فأي انحراف للعين عن المحور الطبيعي للنظر بيسبب حول عند الإنسان. فهو موضوع تجميلي بحت يعني. تماما. ووظيفة العين بهالحالة هاي دكتور بتقوم بواجبها مثل أي عين سليمة مثلا؟ تمام. هلا مثل ما حكينا، هي المنظر الطبيعي للإنسان إنه تكون عنده العينين مستقيمتين. نعم. على محور مستقيم. هلا بالتأكيد أساسا المشكلة اللي بيسببها الحول إنه كل عين بتعطي خيال. نعم. هدول الخيالين بيجتمعوا بالدماغ. نعم. ليعطوا شيء اسمه الرؤية المجسمة. تماما. واللي هي بتعطي إدراك البعد الثالث عند الإنسان. فهلا لما بيكون عندك وحدة من العينتين حولها، فهذا بيعني إنه الدماغ ما بيستقبل غير خيال واحد فقط، لأنه خيال العين الحولاء يتم تطنيشها. أيوة. تمام. ما بعرف إذا هي كلمة فصيحة تمام. باللغة العربية، بس إنه إهمالها مثلا. تهميش. ما بيرد علي. تماما. تمام. فعمليا الدماغ بيستقبل خيال عين واحدة فقط. فهذا السبب إنه ما في رؤية مجسمة، يعني إدراك للبعد الثالث عند المريض الأحول غير موجود. شو التفسير؟ طبعا مثل ما حكينا إنه يتم أخذ خيال واحد فقط. تماما. دكتور، إذا حكينا عن الأسباب، يا ترى شو هي الأسباب؟ عامل وراثي، أو ربما تكون المرأة الحامل عندها مشاكل أثناء الحمل. شو هي الأسباب اللي تؤدي للحول عند الطفل؟ هلا أسباب الحول هي موضوع كبير جدا يعني. نحن ممكن نحطها هيك ضمن مجموعات، مثلا إنه الأسباب عند الأطفال الحديثي الولادة، أو فيك تقول البيبيز يعني. تماما. والحول عند الأطفال في سن المدرسة. تماما. أو ممكن تقول من 2.5 وبعد يعني. تماما. تمام. وممكن حول عند الكهول يعني. هلا الحول عند الأطفال أسبابه ممكن تكون كونجينيتال، أسباب خلقية مثل الحول الأنسي الخلقي. أيوة.
هو أشيع أنواع الحول طبعا بالعادة ببلش بعمر الشهرين. آه، بيبين أكثر كل ما الطفل بيكبر بالعمر، يعني أيوة. لأنه الرأس بتكبر، الحجم الجمجمة بيكبر، العين حجما بتكبر، فإذا في عنده حول أنسي خلقي كل ما بيكبر بصير بيبين عليه أوضح. أكثر. طبعا هذا السؤال بيتكرر كتير، لأنه أحيانا في شيء اسمه عندك حولة الحسن، هو تعبير عامي يعني ما له نعم. تعبير علمي دقيق. فالناس بتسألنا إنه شلون بدنا نميز إنه هاد حولة حسن ولا هو فعلا حول. فهو يعني بالفحص بالعيادة بيبين هالشي طبعا عن طريق اختبار اسمه تغطية ولا تغطية cover and uncover test. بيبين، هو اختبار حاسم جدا في تشخيص الحول سواء كان كامن أيوة. ولا ظاهر. ظاهر. لأنه أحيانا في عندك حول كامن الطبيب هو اللي بيحرضه، تمام. وفي عندك حول، أنا دائما بحكي هالجملة، يعني في عندك حول ما بده طبيب، يعني مشخص وجاهز. واضح. يعني أي شخص بيشوف هالطفل بيعرف إنه هو أحول. إنه الأسباب هي أسباب خلقية. تمام. أحيانا ردود الولادة بتلعب دور، ارتفاع الحرارة بيلعب دور، بعض الآفات الدماغية بيلعب دور عند الطفل، وهالسبب هو سبب موجود بكل الفئات العمرية طبعا. بهالمناسبة أحد المشاهدين معقب على الكلام أنه هو سؤاله الجواب عند الدكتور، أكيد رح نجاوب على سؤالك. هو موضوع الحرارة كان، تفضل دكتور. الاختلاج الحراري أحيانا بيكون سبب لحدوث الحول عند الطفل مع الأسف يعني. وبتضل عاهة مستديمة دكتور، ما هيك يعني؟ أو مؤقتة مثلا يعني؟ قطعا لا. هو بس نحكي عن المعالجة، رح نحكي عن أكيد العلاج موجود دائما، وما في شيء اسمه انه والله حول ميؤوس منه، لا تماما. أكيد. كل شيء فيه له حل يعني. دكتور، من شوي حكيت عن بعض الأنواع، يا ترى الحول الأنواع مثلا ذكرت الوجه الأنسي والوحشي وضمن حديثكم، لو تحكونا عن أنواع الحول إذا موجود. صحيح، نحن حكينا تحت الهواء بشوي. تمام. انه الحول انواع، هو عندك حول بنسميه الايزو لما العين بتصير قريبه على الانف. تماما. وعندنا الحول الاكسو، الصورة اللي على الشاشة مشان المشاهدين ايضا يستفيدوا منها. مكتوب انه الايزوتروبيا، الاي تيرنز انورد، يعني العين بتفوت نحو الداخل. تمام. طبعا هاي الصورة هي صورة بسيطة جدا. نعم. للتعريف بانواع الحول. هي صورة الكتابة فيها ما أنا كتابة علمية دقيقة، هي موجهة للناس أكثر من إنه هي موجهة للأطباء. يعني. نعم. فبيحكوا لك إنه الإيزوتروبيا اللي هو ترجمته للعربية الحول الأنسي. تماما. فهي إنه العين بتفوت قريبة على الأنف. تماما، باتجاه عندك الداخل. الإكسوتروبيا الآي تيرنز أوتورد، الأوت يعني الخارج، إنه العين بتطلع للخارج بالعربي. تماما. نحن بنحكيها انه حول وحشي. وطبعا عندك الحول العلوي وعندك الحول السفلي يعني. طبعا هو يعني اذا بننتبه في عندك هاي الضوء الفلاشي الابيض تماما بالعين اليسرى. هو الشخص الطبيعي لما بيتصور عند باي استوديو بتطلع عندك المنعكس الضوئي، نحن بنسميه المنعكس القرني، الكورنيال ريفلكس. أيوة. هذا المفروض يكون بالنص ومنزاح شوية للأعلى والأنف. أيوة. فلما بيكون في حول بيبين هالمنعكس مانو نظامي يعني. سواء بالأنسي والوحشي ولا علوي ولا سفلي. تماما. إذن هذول هن الأنواع. تمام، هذول هن الأنواع يعني فيك تسميها يعني الأشياء يعني. الأربع أنواع الرئيسية. تماما. طبعا الأكثر يعني تواترا بشكل كبير جدا هو يعني منيح انه هيك نحكي كمان انه في عندك الهوريزونتال، حول افقي، وعندك أيوة. الفيرتيكال. تماما. هلا الحول الافقي شائع جدا. ايوه. يعني بامريكا تقريبا كاحصائيه اخذينه تقريبا 13 مليون من احصائيه حاليه، يعني 13 تماما. مليون امريكي يعانون من الحول الافقي. انا ما بعرف قد عدد سكان امريكا، بس أكيد. انه 13 مليون يعانون. هي حصيله يعني. لا هو غالبا توتال هو بس أيوة. انه الهوريزونتال يعني له حصه الاسد اكيد يعني. فالهوريزونتال شائع جدا جدا عندهم. الفيرتيكال لا بكل العالم. كل العالم. الفيرتيكال قليل جدا. طبعا حتى كناحيه تجميليه الهوريزونتال اللي هو الافقي تجميليا مبين اكثر، يعني احيانا حتى لو كان درجته خفيفه
لانه عندك الفيرتيكال ممكن يكون الحول موجود كمان، بس يعني ممكن الواحد ما ينتبه عليه. تماما اكيد. حقيقة معلومات جدا رائعة. حابب أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا هلا على الموجة 103.5، انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. هالبرنامج هذا توعوي، عم نستضيف فيه أطباء لحتى يسلطوا الضوء على بعض المواضيع المهمة لحتى تستفيدوا منها. لحتى تستفيدوا أكثر أو أي حدا منكم عنده أي سؤال فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. البث المباشر مشاهدينا اللي حتى برات البلد فيكم تكتبوا أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص أمراض العيون. وموضوعنا اليوم هو الحول، موضوع مهم كتير، والدكتور يعني كتير شرح لنا، وصلنا لنقاط مهمة جدا بالموضوع. دكتور، من شوي ذكرت موضوع التشخيص بظن يعني تشخيص الحول ربما يعني يكون بديهي، أو مثل ما ذكرت قبل شوي أنه بيجي مشخص وجاهز، ولكن لا يعني إلا ما تكون في إجراءات للتأكيد لإجراء فحوص روتينية غير المجهرية ربما. شو هن الإجراءات التشخيصية عندكم دكتور؟ هلا مثل ما حكينا يعني في احيانا طفل يكون عنده حول يعني ليس بحاجه لطبيب انه يشخصه، يعني مبين انه عنده عين حولاء. نعم. فتشخيصه سهل جدا. يعني اساسا احيانا الانسه مثلا بالمدرسه بتنتبه لهالشيء، فبتبعت الطفل، بتبعت وراء اهله وبيجي وبيتشخص وبيتعالج. فعمليا هو تشخيصه سهل يعني. بس احيانا مثل ما حكينا قبل انه في شيء اسمه الحول الخفي. تماما. هذا ممكن الناس ما ينتبهوا له، لانه هو بيطلع مجرد ثواني. مجرد ثواني ممكن يوصل لدقيقة، بعدين بيرد يرجع. هو بنسميه اللاتنت، يعني الخفي أو الكامن بالعربي. تماما. ما بيطلع إلا بحالات الشرود أو بحالات العصبية الزايدة. نعم. أو بالجوع، أو طفل مثلا بنهاية رحلة، أو بالدراسة الزايدة. وهلا مع وجود الايبادات والموبايلات ممكن يطلع بسبب الساعات أكيد. الطويلة على الايباد. فهو تشخيصه بالنهاية سهل. طبعا في اجراءات تانية معقدة جدا، وهي اساسا بتيجي استكمال لامور دقيقة اخرى متعلقة اساسا بصميم العمل الجراحي. نعم. اكيد تمام. اكيد. هاي ما رح نتطرق لها لانه هي دكتور بعد التشخيص بتحضروا المريض سواء كان طفل او شاب او كبير بالعمر، في اجراءات معينة اكيد عم تاخذوها، ولكن عملية العلاج وعملية الاصلاح كيف بتكون دكتور؟ هل العمليات هاي كلها بتنجرى هون عندنا بالمنطقة بمشافينا؟ وشو هو الوقت المناسب والانسب للعمل الجراحي؟ تمام. هلا هو اساسا يعني مربط الفرس هو كله بعلاج الحول. نعم. اوكي، انت شخصت الحول، طيب وبعدين شو بدك تسوي له؟ العلاج يعني هو انا دائما بحكيها انه بمعالجة الحول الاهل لازم يكون بالهم طويل، والطبيب لازم يكون باله طويل. بالضبط. لانه اذا اي نزق بخلال معالجة الطفل وكذا عن جد بينعكس عليه، لانه هو لا يعالج بيوم او بين ليلة وضحاها، يعني بده شهور لسنين ليتعالج. طبعا هذا الحكي اللي عم نحكيه هو حكي عام، تمام، انه بده شهور لسنين. في حالات بتختلف عن حالات. هلا هو الموضوع كله انتراكتيف. شلون يعني؟ يعني الاسباب بتفوت. السبب الحول بيكون مرتبط بشكل جذري بطريقة علاجه. صح. فمثلا الحول الأنسي الخلقي اللي اسمه congenital ايزوتروبيا، اللي حكينا انه بيبلش بعمر شهرين. هلا هذا هو بالكتب ما بيحكوا لك انه هو افضل انواع الحول، بس انا هو بعتبره افضل انواع الحول. تماما. الكونجينيتال يعني؟ ايزوتروبيا. لانه هو اولا بيبلش بعمر شهرين ونص. هو كل ما المشكله بلشت ابكر كل ما بيكون احسن، الاصلاح احسن. السبب شو؟ طبعا مشان انت قدر الامكان تعطي رؤيه تجسيميه، رؤيه مجسمه للطفل بشكل باكر. فهو بيطلع بشكل باكر، بيطلع بالعاده بعمر شهرين ونص. بالعاده ما بيكون في ريفراكشن ايرور، يعني ما في اسواء انكسار. يعني بالعاميه العين مو ناقصه، ما بده نظاره. حلو. طبعا هلا ممكن اذا الواحد هيك بيشغل مخه شوي بيقول طيب شهرين ونص شلون عرفتوا انه ما عنده نقص بالنظر؟ بالعاده بيتحول على المشفى، بتنحط له قطره عينيه موسعه،
يحضر لفحص بالمشفى، في جهاز خاص نحن بناخده بنسوي له فحص اسمه سكياسكوب. أيوة. بنعرف إذا هاي العين ناقصة ولا لا. تماما. طبعا نحن ب90% من الحالات بنعرف انه هو كونجينيتال ايزوتروبيا وما في سوء انكسار، بس انت بدك تتاكد انه ما عنده، تعمل هالإجراء انه هذا. ما عنده سوء انكسار. بتوقع بالصور اللي بتنعرض يعني في اطفال صغار سوينا لهم عمليات، نعم. هدول الاطفال تحولوا للمشفى قبل ما ينشغل لهم عمليه. تماما. الصور اللي عم تنعرض كلها صور حقيقية هي صور يعني بأطياف عمر مختلفة تماما. وهي الصور على الشاشة عم واضحة لأعمار مختلفة ونتائج واضحة جدا. بتمنى المستمعين والمشاهدين أيضا، عفوا المشاهدين رح يشوفوا النتائج، والدكتور عم يحكي عن هالحالات هي كلها. طبعا كلهم هدول مرضى الدكتور مراجعينا على سنوات مختلفة. سنوات مختلفة. نعم. فهو أفضل أنواع الحول لأنه بيظهر بشكل باكر، ما في سوء بالانكسار. وفي معلومة يعني هي بالنسبة للناس ممكن تكون معلومة يعني نوعا ما مفاجئة لهم. لما العينتين بيحولوا مو مع بعض طبعا تماما. هو أحسن. فالحول اللي بيطلع بشكل باكر اللي نحن سميناه الأنسي الخلقي، العينتين بيحولوا طبعا مو مع بعض. يعني إذا الطفل عينه اليمين حولت، معناته العين اليسار هي مستقيمة. أيوة. وإذا العين اليسار حولت، معناته اليمين بدها تستقيم. تمام. هلا التفسير كمان سهل وبسيط، يعني مثل ما حكينا بالأول، لما العين اليسار هي اللي بتحول، الدماغ بياخد خيال العين اليمنى السليمة المستقيمة. تمام. المستقيمة خلينا الأفضل شيء. تمام. نعم. هلا لما العين اليمنى بتحول، معناته الدماغ بياخد خيال العين اليسرى. تماما. اوكي. هلا معناته لما الدماغ مرة بياخد من هاي ومرة بياخد من هاي، أحسن من إنه دائما ياخد من وحدة. حلو. اوكي. لأنه هلا إذا عندك، فهاي معلومة مهمة جدا لكل الناس، إذا نفس العين هي اللي دائما عم تحول، هذا الشيء ما منيح. تمام. يعني بيحكوا لك الحمد لله عين وحدة عم تحول، لا، أحيانا هاي أحيانا هاي أحسن. فالحول الأنسي الخلقي أحد الأسباب اللي أنا بعتبره إنه هو أفضل أنواع الحول، إنه مرات العين اليسار ومرات العين اليمين، فهاي مرات بتشتغل وهاي مرات بتشتغل أحسن بكتير من لما تكون العين اليمين هي دائما الحولة. طبعا ليش إنه العينتين لما بيحولوا أحسن من عين واحدة؟ ما نحن شرحنا قبل هلا، بس هو الموضوع كله مرتبط بشيء طبعاً اسمه الكسل. لأنه لما العين اليمين بتكون هي دائما الحولة، فمعناته العين اليمين هي مشروع كسل 100%. حتما. لأنه الدماغ ما عم يرد عليها، عم يطنشها شهر شهرين 3 4. فهاي العين حتى إذا بدك تسوي لها حول بدها تتم تعاني من مشكلة. تمام. أوكي. فالحول الأنسي الخلقي دغري بس نتأكد إنه ما في خلص سوء انكسار، يعني العين مو ناقصة، فدغري بنسوي لهم عملية. تماما. طبعا العمر الأنسب للجراحة بالحول الأنسي الخلقي هو يعني بحدود سنة وشهرين. بس نحن هون بالقامشلي يعني غالبا ما، يعني أحيانا يعني سويت لأطفال بالسنة وشهرين، بس آخر فترة دائما مخليهم يعني مثل ما بيحكوا بالعربي يقوى عودهم، بنسوي لهم بعمر 1 و8 شهور 2 الأفضل يعني. فبعدين عندك الحول الأنسي التطابقي الأكوموداتيف، والحول الأنسي اللا تطابقي الأن أكوموداتيف. كيف يعني تخيل حتى أطباء العينية المقيمين، يعني هدول المواضيع فهمهم صعب جدا إلا آخر السنة الثالثة الرابعة بيبلشوا إنه، فهو التعامل معه بده بال طويل. أيوة. بتكون العين ناقصة. بيكون الطفل بده نظارة. أيوة. فواحد منهم نحن بنسميه تطابقي. طبعا هو أحسن من اللا تطابقي، لأنه هاي الجملة نحن دائما بنحكيها كمان، العين الحولة التي تستقيم بالنظارة ممتازة جدا. حلو. يعني بتتفرج على الطفل بلا نظارة بيكون عين حولاء، منظر بشع. بيحط النظارة تتصلح العين بالكامل، وبرد احكيها بأكد بالكامل.
يعني بس يلبس النظارة بتحس كأنه هذا الطفل ما عنده حول. طبعا حتى المشكلة النفسية عند هالطفل بتكون أخف جدا 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 من غيره، لأنه الزلمة بس خلاص حط النظارة راح الحول. هلا عندك اللا تطابقي، عندك بهالحالة صار عندك مركبتين، يعني صار في تطابقية مع لا تطابقية. فالطفل بيحط النظارة كمان، فهو وحظه ممكن يروح 50% من الحول، ممكن يروح 70% من الحول، ممكن يروح 90% من الحول، تصفي عنده زاوية صغيرة جدا. فنحن القصد باللا تطابقي انه تبقى جزء من زاوية الحول حتى مع حطة النظارة تماما. فحسب حظه، احيانا بتكون الزاوية كبيرة واحيانا بتكون الزاوية يعني صغيرة جدا، يعني ممكن كمان الواحد يصبر عليه اكثر. واحيانا في حول يعني حتى مع النظارة بيتم نفس الزاوية، يعني حط النظارة لو ما حط النظارة بيتم هو نفس الزاوية. تمام. طبعا في يعني حكينا نحن على الكونجينيتال وعلى التطابقي وعلى اللا تطابقي. طبعا هذا كله على الحول الأنسي، يعني منيح الواحد ينبه لهالشيء. يعني هي نوعا ما معلومات معقدة، يعني يمكن الناس صعب فهمها، بس انه هو التطابقي واللا تطابقي هو حصرا للحول الأنسي اللي هو العين بتفوت ناحل الأنف. تمام. اوكي. ما في شيء اسمه حول تطابقي بالحول الوحشي لما العين بتطلع لبرا. تماما. اوكي. ما في مركبة تطابقية هون. ف هو حصرا للحول الأنسي. هلا عندك احيانا حول حسي بنسميه. الحول الحسي هو اللي بيطلع، هو ممكن يطلع عند الكبار كمان. سببه هو نقص الرؤية لسبب من الأسباب، لوجود مي بيضاء أو لآفة بالعصب البصري. فهذا كمان اسمه حول حسي، بس العين بتكون يعني قدرتها البصرية ما كتيرة. تماما. دكتور، مرضاكم اللي عم تعملوا لهم العمليات بعد النتائج بتكون طبعا مرجوة، وبعد النتائج يعني أحيانا بتكون يعني نسبة أقل. يعني كل مرضاكم مثلا بيخضعوا مثلا لعملية واحدة، أو ربما أحيانا بيحتاج المريض لعملية أخرى، أو على مراحل مثلا، أو جلسات أخرى مثلا؟ تمام. احنا حكينا انه قسم من مرضى الحول بدهم بال طويل جدا. تماما. اي يعني وسألتني انه هو العمر الانسب للجراحة وللكذا. نعم. مثلا حكينا انه الانسي بعمر السنتين. اوكي. ممكن يعني كأقصى حد، مشان شو؟ مشان انه يكسب رؤية مجسمة، يكسب بعد ثالث. اللي عنده نظارة الموضوع بيطول. اللي ما عنده نقص بالنظر بيتعالج دغري. اللي بيكون يعني هو الموضوع عن جد بيصنف تصنيفات كبيرة جدا. طبعاً. يعني ما في مريض بيشبه مريض. أكيد. يعني مثلا في طفل من هدول الأطفال بتوقع عمره بحدود 14-15 نعم. سنة اللي انعرضوا منه. فهذا ما كان عنده حول. على حكي والده صار عنده رد. يمكن بتوقع حكينا انه الرد هو احد اسباب الحول. يعني ضربة على الراس او طفل وقع من الكرسي من الكنباية كذا. ف صار عنده حول لمدة 3-4 سنين. اوكي. وبيراجع الاطباء وبينفحص وما بده نظارة، وبتوسع له كمان ما بده نظارة. يعني انت تأكدت انه ما بده نظارة، هاد بده عملية فورا. طفل صار عنده حول بسبب رضع على الراس وما بحاجة لنظارة، فهذا الطفل فورا بده عملية. طبعا انت بتستنى فترة 3 شهور، ممكن تعطيه فترة للرجوع العفوي واللي هي يعني بدها حظ ونادرة هي. الطفل مثلا صار عنده حول بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وانفحص وعطيته فترة للتراجع العفوي، وما عنده نقص بالنظر، فهاد خلاص كمان بده عملية. أو مرة ختيارة عندها سكري، أو صار عندها حادث وعائي دماغي، أو ديكومبنسيشن. يعني أحيانا أنا بسويها إنه أحيانا بيجيك مريض ختيار ما عنده شيء على الدراسة ومع ذلك بيكون صار عنده حول. طبعا نحن بنلغي السبب الشللي. تماما. اوكي. بكل الحالات اللي بنحكي عنها، لانه الحول الشللي هو موضوع لحاله تماما. بحث. نحن بنحكي عن الحول اللي ما سببه شللي. تماما. اللي اعصاب العين حركتها طبيعيه، يعني ما عندك لا شلل لا بالسادس ولا بالثالث
ولا بالرابع اللي هي الأعصاب القحفية اللي بتعصب كرة العين الثالث والرابع والسادس. والسادس. هدول ما فيهم مشكلة، فنحن حكينا كله على الحول اللي ما فيه شلل. فحتى أحيانا مرضى ختايرة يعني مثل القلب، أنا أحيانا بشبهها إنه القلب شلون بيكون في عنده بيصير عنده قصور بضخ الدم. تماما. أحيانا العين بيصير، هو تعبير خاص فيني يعني، إنه إحدى العينان تصبح غير قادرة على الحفاظ على الاستقامة تماما. بدون يكون في شلل يعني. أو سبب واضح يعني. هدول كمان دغري بدهم عملية. تماما. دكتور، بنلاحظ ببعض العيادات العينية مرضى أطفال موجودين محطوط لهم قطعة شاش أو خلينا نسميها يعني إذا صح التعبير، أو بالشارع أو بالمدرسة. يا ترى شو هدول دكتور؟ إذا بتسألون هدول ما نون عاملين عمل جراحي يعني، شو السبب هذا دكتور؟ شو لو تحكينا عن هالحالة؟ تمام. هو مزبوط، أحيانا بيصدف كتير إنه تمشي بشارع أو تطلع على بيت أو كذا بالصدفة بتشوف طفل إنه حاطين له لصقة عينية على واحدة من العينتين. أحيانا هاي اللصقة بتكون مع نظارة وأحيانا بتكون بلا نظارة، بس في أغلب الأوقات بتكون هي اللصقة مع النظارة. طبعا اللي بده يحط لصقة طبعا يفضل إنه اللصقة تنحط على العين نفسها، مو على القزازة تبع النظارة. لأنه شغلة فاضية يعني، إذا بدك تحطها على القزازة تبع النظارة الطفل سيسترق النظر 100%. تماما الأطراف. فهي اللصقة أولا بتنحط على العين وليس على النظارة، لحجب العين تماما. لحجب العين تماما، عن الرؤية تماما. صح. مم. هلا هاي نحن بنسميها التغطية. هي بنسميها نحن تغطية العين. تغطية العين هي ممكن إنه العين تتغطى مع وجود الحول، وبتتغطى بدون وجود الحول. إذن هدول معهم حول يعني. تمام. بحكي لك إنه هي تغطية العين، وضع باتش، غطاء على العين. ممكن الطفل يكون عنده حول، الطفل ما يكون عنده حول. هلا يعني أنا تغطية العين هو على فكرة موضوع حساس جدا، وأحيانا أنا يعني بستغرب جدا، بيجيني يعني بالسنة مرة 2 3 طفل جاي من عند طبيب أطفال. طبيب بيحكي له هيك اعتباطا إنه غطي له العين اليمين، غطي له العين اليسار. يعني ما هو قطعا عمل غير صائب قطعا، لأنه تخيل نحن كأطباء عينية ما بنغطي العين لنعرف 1000%، مو بس 100%. تماما. ما بنغطي عين لنعرف 1000% إنه وحدة من العينتين ضعيفة والثانية قوية. يعني إذا بدك تغطي لازم تعرف مين هي العين القوية تماما، ومين هي العين الضعيفة. طبعا نحن بنحكي بتعبير الناس عين قوية وعين ضعيفة. يعني بتعبيرنا إنه عين قدرتها البصرية جيدة وعين قدرتها البصرية غير جيدة. فأنت بتغطي العين اللي قدرتها البصرية جيدة، أوكي، مشان تقوي العين اللي قدرتها البصرية ما منيحة. طبعا تفسيرها سهل جدا ونحن حكيناه، بس هلا بنرد نعيده بأسلوب تاني. أنت لما بتغطي العين المنيحة بتجبر الدماغ إنه ياخد خيال العين الضعيفة. أنت بتجبر الدماغ إنه يعتمد على العين الأضعف بكل بساطة، لأنه أنت غطيت العين القوية. حجبت عنا الرؤية، ما في إرسالات. فموضوع التغطية هو موضوع حساس جدا. أنت ما بيصير تغطي إلا بعد ما تكون متأكد 100% إنه في عين أقوى من الثانية. يعني حتى موضوع التغطية، أنت أحيانا على قد ما عم تغطي العين القوية عم تقوي عين. تخيلوا أنت العين القوية أحيانا أنت بتضعفها بسبب التغطية. صح. بس هاي أنا دائما بحكيها، الميموري، الذاكرة للعين القوية بتكون استعادتها قوية جدا. فمجرد أنه أنت بطلت تغطية بترجع العين القوية بتستعيد الذاكرة تبعيتها. فالموضوع هو موضوع حساس جدا. ربما التناوب وليس اعتباطي. أكيد. هلا نحن ليش حكينا مثلا إنه الحول الأنسي الخلقي هو أفضل أنواع الحول؟ حلو. لأنه مرات بيشوف بهاي ومرات بيشوف بهاي، فما أنت ما في داعي تغطي. تماما. فالتغطية هي وسيلة قوية جدا لتقوية العين
وهي على مستوى العالم يعني هي الحل الأوحد مهم. للكسل الموجود بالعين اللي نحن بنسميه الأمبليوبيا. طبعا الكسل هو درجات، في كسل ضعيف، كسل قوي جدا العين يا دوب بتشوف 1/10، في كسل وسط الشدة العين بتشوف تقريبا 4/5 على لوحة السنين طبعا، مهم. وأحيانا في كسل يعني خفيف جدا العين بتشوف تقريبا 8-9. فموضوع التغطية هو لمعالجة ضعف العين، لأنه أنت بس تغطي العين القوية العين الحولاء تستقيم غصبا عنها. ومثل ما حكيت لك هي انت بتغطي العين احيانا بحالات الانيزومتروبيا مهم. اللي هي حالات تفاوت سوء الانكسار ما بين العينين. نعم. يعني عين مثلا عندك -5 فيها 5 درجات، أيوة. وعين عندك فيها 1.5 وعلى الفحص مبين معك انه العين اللي فيها 1.5 بيشوف 9/10 10/10، بس العين الثانية يا دوب عم يشوف 3/10 مع حطة -5 طبعا، مهم. وهو حاطط نظارة. فأنت بتغطي له العين القوية، بتتم العين الثانية مع النظارة فبتقوى شوي شوي. ويعني أنا دائما بحكيها للناس اللي بيجي لعندي، ما بصير يعني إذا أنت غطيت عين طفل بتروح بتقول له ارجع بعد 6 شهور ولا بعد 3 شهور، هذا ما يعني مو مقبول. ما غطيت لطفل مهم. بدك تخليه يرجع كل 10 أيام كل 15 يوم. متابعة. لما بيتحسن أنت ممكن تبعد، بس والله أنا إجاني طفل وغطيت له حتى لو أنا متأكد يعني طبعا مهم. حتى لو أنا الطبيب متأكد إنه خلص هاد بده تغطية، ما بيصير أحكي له تعال ارجع بعد 6 شهور، لا. مهم. فموضوع التغطية حساس جدا ولا يستهان به أبدا. طبعا في عندك تغطية صارمة مهم. وفي عندك تغطية خفيفة، يعني في عندك شيء اسمه البارت تايم كفرج وفي عندك شيء اسمه الفول تايم كفرج. مهم. البارت تايم يعني انت بتغطي للطفل بحدود الساعتين ل6 ساعات ل7 ساعات. مهم. وفي عندك التغطية الصارمة جدا، انه تخيل انه بس يفيق الطفل بتخليه هيك يصحصح 10 دقائق، بتحط له هالضماد على عينه مهم. وبيتم هالضماد موجود لا ينام. قبل ما ينام كمان بتشيل له هالضماد لمدة 10 دقائق. مهم. يعني هو تغطية كامل المدة. هدول غالبا بينعطوا للأطفال كفرصة أخيرة مهم. لما بيكون عندهم نقص منيح وكسل شديد جدا. بس يعني أنا أحيانا بتفاجأ عن جد يعني إنه هو موضوع الحظ بيلعب دور كبير جدا. أكيد. يعني تخيل مثلا بيجيك طفل عمره 5 سنين. مهم. هلا هو النضج البصري ايمت بيصير بعمر 9 سنوات. أيوة. يعني شلون مثلا الطفل او المراهق بس يوصل عمره ل 18 سنة ما عاد يطول بعد ال 18. فالعين كمان اذا بدك تعالج الكسل بدك تعالجها قبل 9 سنين. الفترة هي. فغريبة جدا انه في اطفال 5 سنين، تخيل لسه 5 سنين وبتغطي له تغطية صارمة والاستجابة بتكون ضعيفة جدا. جدا. نسبة طبعا مو مهم. كلهم، فهدول فيك تعتبر حظهم سيء. أكيد. وتخيل في اطفال مهم. عمر 11 سنة و12 سنة بيستجيبوا. وتعطيه تغطية صارمة وبيستجيب كمان نسبة منهم. يعني عن جد هو يعني موضوع معقد. موضوع. يعني انت بتسوي اللي عليك، بس في طفل محظوظ وطفل ما تماما. محظوظ. كل حالة يعني بتفرق من الحالة الثانية، ونسب الاستجابة كمان نسب بتختلف. أكيد. الاستجابة متفاوتة جدا. متفاوتة جدا. هو التغطية لمعالجة الكسل. أكيد. بنهاية اللقاء هذا رح نختم لقائنا بإرشادات ونصائح من عند الدكتور أحمد ستو اللي كان ضيفنا. طبعا السؤال اللي كانت أخت روناكي عم تسأل إنه هل يقولوا إنه من الحرارة الزايدة كمان مرات يؤدي للحول؟ طبعا الدكتور حكى ضمن سياق حديثه عن هالموضوع هذا. الإرشادات والنصائح للأهالي بالأخص بما يخص الأطفال دكتور. تمام. بشكل عام كل طفل بيبلغ من العمر 3 سنين 3 سنين ونص والتعامل معه نوعا ما مريح، المفروض ينفحص بعيادة طبيب عينية بغض النظر إذا في شكوى حول ولا ما في شكوى حول. أي طفل صار عمره 3 سنين ونص صار هو طفل قادر إنه يتكلم مزبوط ولا لا، يحكي اللي يحكي عنده. بيروح بيجي ممكن يطلع الروضة. يضبط. فأي طفل صار عمره 3 سنين ونص المفروض ينفحص بعيادة طبيب عينية. الحول يعني إذا حكينا الحول الواضح اللي ما بده لا طبيب ولا أي شخص بيشوفه بالشارع بيعرف إنه هو أحول، يعني ليس من المعقول إنه أهله ما يجيبوه على الطبيب يعني. طبعا لما بيجي بهز 3 سنين ونص لينفحص
نحن حكينا انه ممكن الطبيب هو يحرض الحول اللي هو خفي، مهم. اللي بيتسمى بالعربية شطور. مهم. الشطور هو الحول الخفي اللي بيحرضه الطبيب. طبعا هذا ممكن الواحد يصبر عليه بشرط انه ما يعطي اعراض. نعم. آه، هو الموضوع كله بالنهاية انه هالطفل بس يطلع على المدرسة راح يشوف اللوح منيح ولا لا. لانه تماما. هاي الارشادات كلها هي للاطفال. البالغ يعني مهم. هو واعي، ممكن والأهل يعرف شو يلاحظوا المشكلة أولادهم. معه. فالهدف من هالكم نصيحة مهم. انه اي طفل المفروض ينفحص قبل ما يطلع على المدرسة، تماما. ولتلافي موضوع الكسل. تماما، ربما يعني يكون في نقص لانه لا، احيانا العين، حكينا نحن انه العين بتكون ناقصة بدون وجود حول. صح. يعني هلا هي المفارقة اذا احكي لك انه اذا العين تحول عند الطفل احسن من انه ما تحول. مهم. يعني العين الناقصة اللي فيها 3 درجات و4 درجات و5 درجات عند الطفل إذا انحولت أحسن من إنه ما تنحول. مهم. لأنه إذا انحولت الأهل راح يسألوا عنه. تماما. المصيبة إنه أحيانا العين بتكون ناقصة ومستقيم. والعين ما العين ما عم تحول وهي مستقيمة، فالأهل ما بيجيبوا، ما راح فبيصير يلاحظوا. موضوع للكسل أكثر. ربما موضوع آخر دكتور طبعا اللي قبل ما نختم. الآيباد أكيد. والموبايل نحن هدول. دائما بنحكي الطفل إذا بتعلم الطفل مهم. إنه يتفرج على القنوات التلفزيونية الخاصة بالأطفال مهم. أحسن بكتير جدا من الآيباد ومن الموبايل. طبعا أنت هلا هي كمان فكرة ذكية إنه في ناس بتقلب الآيباد أو الموبايل بهدول السمارت تي في، يعني التلفزيونات الذكية بيقلبوا له إياها كمان على شاشات التلفزيون. فهذا كمان حل منيح إنه يتفرج على التلفزيون، حط له الإنترنت على التلفزيون يعني. رغم تمام؟ انه يبدو ربما التلفزيون كمان ما يعني منيح دكتور. لا لا هاي خدها مني التلفزيون طول الموجة فيه أكثر من 1 متر. اها. طول الموجة بأشعة الموبايل وبالآيبادات صغير، هو ما انه مثل التلفزيون. مهم. تمام. فالتلفزيون قولا واحدا ما انه مضر للعينين. طبعا اذا ما بيكون في عندك اضاءة احسن من انه ما بيكون ما في. ايوه. بس انه طبعا نحن ما بنحكي بالساعات الطويلة، تمام، نحن دائما نحكي ضمن حدود المعقول. بس ولكن التلفزيون لا يضر بعيون الاطفال. تماما. ملاحظة أخرى دكتور قبل ما نختم لقائنا ولحتى الأهل يستفيدوا منها، لو لاحظت الأم أو الأب إنه ابنهم عم يتقرب على التلفزيون أكثر، إنه هون في مشكلة دكتور، يعني هاي كمان لو توضحوا لنا إياها النصيحة هاي كمان. إذا بدنا نشيل احتمال إنه هو أوفر إكسايتد، يعني طفل متحمس جدا يعني كمان إذا بدك تشيل هالاحتمال هيك الغريب شوي. تماما. اي طفل بيقرب على التلفزيون او بيقرب لعبه من يجب ايده مراجعة وكذا الطبيب. اكيد بده يراجع طبيب كيف ما كان ايش يعني. قد ما كان عمره. يعني هو يعني اقل شيء راح يكون 3 سنين ونص، 4 سنين، 5 سنين يعني أكيد. ليراجع. بنهاية هاللقاء الحلو والجميل مع الدكتور أحمد سدو، اختصاصي بأمراض العيون وجراحتها، شكرا للاستضافة الحلوة والجميلة دكتور على هالمعلومات القيمة. شكرا لمتابعتكم مستمعينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.